هنعمل النهارده ام علي، وصفه جميله جدا في الشتاء والبرد وبتدفي ومكوناتها سهله. انا استخدمت هنا عجينه البوف باستري الجاهزه، قطعتها مربعات. ده نص باكت. هنكون مسخنين الفرن على درجه حراره 190، هتاخد من 15 ل 20 دقيقه. بنسيبها بقى تبرد، شوف بتبقى هشه قوي كده. بعد كده هنكسرها في الصينيه اللي احنا هنعمل فيها ام علي. في ناس بتعملها بالجلاش او بالكرواسون، بس دي صدقوني هتبقى طعمها مختلف تماما. الخليط بقى اللي عندنا هنحتاج لتر من اللبن، وعليه تلت كوبايه من السكر 70 جرام، ورشه من الفانيلا، او لو تحبوا تحطوا ماء ورد او ماء زهر. دي بقى المكسرات اللي عندي، اي نوع انتوا بتحبوه. انا حطيت جوز هند وزبيب وبندق حمصته في الفرن، ممكن تحطوا سوداني اي نوع حاجه مش عندكم، ممكن بس جوز هند وزبيب. هنخلطهم مع بعض، ورشه القرفه طبعا مهمه. هنحط بقى اللبن عندنا لازم يكون سخن خالص، يعني بيغلي على النار، وبعدين بنروح صابينه على الخليط اللي عندنا. بس كده جاهز. الطبقه اللي فوق بقى ممكن تحطوا قشطه او تحطوا كريم شانتيه. انا هنا استخدمت نص كوبايه من الكريم شانتيه، ضربتها مع شويه لبن صغيرين وفردتها على الصينيه كلها، بس بالقشطه بتبقى احلى. الفرن بقى اللي عندنا هنكون مسخنينه على درجه حراره 170، شغال من تحت، والشوايه اول ما هندخل الصينيه هنقفل الفرن ونسيب بس الشوايه شغاله. بتاخد 15 دقيقه بس، ما تكونش الصينيه قريبه من الشوايه، بنسيبها تحت شويه في الرف اللي في النص. بصوا بقى ريحتها وطعمها خرافه، وسهله جدا، متاخدش اي وقت. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير.